صفقه فاشله 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 بكل المقاييس. واتفرجوا على اداؤه اثناء المباراه، لا بيعرف يقف على الكوره ولا بيعرف يباصي ولا بيعرف يشوط. ده مضيع واحده النهارده يكسب النادي الاهلي. اول ما ضاعت الكوره دي قلنا بقى الله يرحمك بقى قفشه والناس اللي هي وامام عاشور والرجاله دي. لعبت بين رمضان اللي بالامانه يعني المفروض من الجزائر كده يطلع على تونس او تشوفوا له نادي. يعني انتوا بتمشوا محمد عبد الله، بتمشوا قفشه وسايبين بين رمضان ازاي ما اعرفش. يعني في حاله غياب امام عاشور كان اللي بيسد قفشه، بينزل يمسك الفرقه كوره، بيلعب الفرقه كوره، ولكن ما كانش عاجب. ليه ما كانش عاجب؟ عشان اللجان كانت شغاله عليه. ف يعني هو اللي يمشي قفشه ويفضل بين رمضان اللي هو ملوش اي تواجد من يوم ما جه. يعني الله يرحم الكوره لما بتجيلهم في المكان ده وبيخلصوا المباراه، هو حطها في السماء. ده اللي يدل ان هو لعيب مش امكانيات النادي الاهلي خالص، ولا امكانيات ان هو يجي الدوري المصري اصلا.